السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الشربات التقيل لكل الوصفات الحلويات الشرقية. معانا 3 كوبايات سكر حطيناهم اهوت، ودي الرابعة. هو كيلو سكر بس أنا حطيتلكوا في كوبايات، ودي 5 كيلو سكر بقى 5 كوبايات سكر. كيلو سكر بيطلع 5 كوبايات. هننزل عليهم بكوبايتين ونص مية، نص كوباية عسل جلوكوز لو متاح، بس العسل الكوكوس بيمنع التسكيرة وبيمنع انه يبقى طعمه مسكر. هنقلبهم. طبعا انا حاطينه على النار. اول ما يبتدي يغلي هنشيل الريم من عليه وننزل عليه بعصرة ليمون. الليمونة بتمنع ان هو ما يخلوش يسكر معاكي بعد كده. اول ما يبتدي يغلي في المرحلة دي نحسب 10 دقايق من الغليان. طبعا نخلي النار عليه نوطيها. بعد ال10 دقايق نطفي عليه على طول، بس اول ما يبتدي يغلي نحسب 10 دقايق من بعد الغليان. هنا كان خلص ال10 دقايق. هننزل عليه بنقطة فانيليا ونطفي النار. هنا كان وصل لدرجة ان هو خلاص بقى مظبوط معانا، ونشيل اي ريم عليه. هنا بصب هو كان سخن. احنا شايفين كرم وهو لسه سخن، بنحطه في التلاجة بقى بيتقل خالص. ده يقعد معاكي في شهر في التلاجة طول شهر رمضان. تخليه جاهز عندك، مش كل ما تيجي تعملي حاجة حلوة تعمليه. وطبعا هسيب لكم بين الحاجة الوصفات بتاعته، القطايف والزلابية والحاجات دي في صندوق الوصف. ان شاء الله يكون اشتراك في القناة وتفعيل الجرس.